السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء السعادة والهنا، يا مساء مليان حب وطاعة في الله. لأول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان بإذن الله يوصلك منه كل جديد. النهاردة بإذن الله هنعمل روتين كده سهل وبسيط، وهنعمل الغدا مع بعض، وهنعمل حاجة حلوة كمان. اليوم كله حماس كده وطاقة إيجابية، والفيديو محفز جدا. ادخلوا الفيديو معايا وشجعيني باللايك الحلو والكومنت الجميل. بس لو لسه ما اشتركتش في القناة اوعي تنسي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان بإذن الله يوصلك مني كل جديد يا حبيبة قلبي. واشكركم جدا جدا، وربنا يسعدكم ويرضيكم ويرضى عنكم، وربنا يكبر بخواطركم يا رب اللهم امين. ربنا يرضيكم ويرضيكم ويرضيكم ويرضى عنكم يا رب اللهم امين. ويرزق كل مشتاق بما يشتاق، ويا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب، واللي في نفسه في اي حاجه يعملها يا رب امين اللهم امين. هنعمل النهارده الغدا بتاعنا ايه؟ هنعمل شويه بسله كده زي القمر وزي العسل زي ما انت شايفه، وهنعمل فراخ، وهنعمل شويه رز بالشعريه. الفيديو حلو وكله حماس وكله طاقه ايجابيه كده. ادخلي معايا يا حبيبه قلبي كده وتابعي الفيديو للاخر علشان ان شاء الله تستفيدي منه وتتشجعي معاه. بصي بقى، انا جبت البسله بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وخرطت بصلايه حلوه ودبلت البصله وايه، وقمت نازله على طول. شوحت البصله بس كده، وقمت نازله بالبسله كده واديت لها تشويحتين كده بشويه فلفل اسود وشويه ملح بصوت. وقلبي البسله بتاعتك بقى وشوحيها. اول ما تتشوح معاكي هتلاقي اللون بتاعها خضر وبقت تحفه، بقت تحفه يا جماعه. انزلي على طول بالطماطم، هتكون عندك شفشق طماطم بقى. طبعا البسله انا كنت مفرطاها وحاطه عليها الجزر وغسلاها وجاهزاها يعني. وسبتها تتشوح كده وتستوي حلوة قوي او تتسبك، وسبتها على عين البوتاجاز. هنعمل مع بعض الفراخ كمان. الفراخ بتاعتي غسلاها وكنت نقعها بقى بليمون وخل وكمون ودقيق، ومخليها بافتة بيضة زي ما انت شايفاها كده. وقمت كمان طبعا كنت ضاربه شفشق طماطم للبسله وللفراخ. انتوا عارفين طبعا ان انا بحب احط للفراخ او للطيور الطماطم تكون يعني مضروبه في الخلاط. انما اللحمه بس اللي بحب احط لها طماطميه بس سليمه كده. نزلت بقى بالخلطه بتاعتي الحلوه ديت، حطيت الحله تسخن على النار، وقمت نازله بالفراخ الاول. ادت لها تشويحه كده او صدمه. وبعدين نزلت بقى بالبهارات بتاعتي، الطماطم والفلفل الاسود وشويه ملح وشويه وفصين توم وبصليه حلوه كده، وسبتها تتشوح تشويحه زي العسل. بقت ريحتها تحفه يا جماعه. اول ما اتشوحت وريحتها طلعت نزلت بالشوربه على طول، او بالميه بتاعتها اللي هتبقى شوربه. شايفه لون الفراخ عامله ازاي؟ عايزه اقول لك قمر قمر. وكمان انا بحب اصفي الطماطم عشان ما يبقاش في الشوربه اي تفل خالص. وادي البسله على عين التانية. وهنعمل شويه رز بالشعريه كمان. جبت الرز بتاعي كده ونقيته، وقلت ايه، هنجهز الرز بالشعريه على طول، ونجهز اكلنا ونجهز الغدا بتاعنا. انا بنقي الرز ليه؟ الرز بتاعنا يا جماعه احنا بنبيضه في المكنه، فبيبقى فيه بعض من رز الشعير، بيبقى فيه طبعا احنا كلنا المصريين والفلاحين عارفين ان الرز بتاعنا لازم احنا بننقيه، او الرز المصري بتاعنا. ما بيبقاش رز من اللي هو الفاخر قوي قوي اللي بيبقى جاي ما فيهوش اي حاجه، لان احنا بنبيضه في المكنه، فيبقى فيه رز شعير، بيبقى فيه عفاره، بيبقى فيه من بقيه السرسه. فلازم ننقيه حلو ونشطفه كمان او نغسله كمان غسله حلوه قوي. لان برضو في ناس بتقول احنا ما بنغسلش الرز. لا يا حبيبتي، احنا عندنا فلاحين، عندنا لازم نغسل الرز مره واثنين وثلاثه لحد لما الرز يبقى معانا بافته بيضه زي ما انت شايفينها كده. جبت حله بقى كده وحطيت بقى شويه سمنه على معلقتين زيت كده، وقمت على طول نازله بكيس الشعريه بتاعي او شويه الشعريه. يعني أنا كنت شاريه الشعريه ديت ب5 جنيه، يعني اقل من نص كيلو، او ربع كيلو وشويه يعني. المهم، نزلت بالشعريه بتاعتي كده، وقمت مزوده الرز على طول. نزلت بقى بالرز بعد الشعريه ما خدت لون حلو وجميل زي ما انت شايفاها اهو. بدات ان انا اقلب بقى، وهزود برضو ميه الرز. الميه الرز طبعا على حسب كميه الرز اللي انت حطاها. وممكن كمان تزودي شوربه، يعني لو انت مش حابه تزودي ميه ممكن تزودي شوربه يوم ما انت هتعملي فراخ يعني. من شوربه الفراخ بتبقى حلوه جدا برضو. في ناس بتزود رز شوربه على ميه يعني. نزلت بقى بشويه ملح. نزلت بشويه ملح كده واظبط الملح بتاعه. ممكن تحطي كمان شويه فلفل اسمر، بتبقى عسل، بيبقى رز بشعريه زي العسل. والاكل بتاعنا استوى والغدا استوى بقى اللهم بارك. شايفه يا جماعه شويه الرز او وشويه البسله تحفه. بص الشوربه عامله ازاي، رايقه وجميله قد ايه. قمر يا جماعه قمر. ما شاء الله. حمرنا بقى الفراخ بتاعتنا وجهزنا الاكل بتاعنا. وده طبعا كان مخلي اللفت اللي كنت مخليه معاكم اول مره اطلع منه استوى بقى زي العسل، واخد لون جميل اهو، طعمه جميل. وطبعا خرطت شويه جزر وشويه ايه اللهم صل على النبي، كرنبيت. كان عندي كرنبيته كده اللي كنت موريها لكم المشتريات.
نزلت برضو فصصت حبه كده ونزلت بيه في المخلل، بيبقى يدي المخلل طعمه تحفه، مخلل مشكل كده زي العسل. والفراخ بتاعتي حمرتها، وادي الغدا بتاعنا بألف هنا وشفا يا رب للي كل. بألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا. ادي الاكل بتاعنا استوى وجهز وبقى زي العسل. وزي ما انت شايفه البسله انا بحبها تكون مسبكه كده وحلوه، والشوربه رايقه وزي القمر. وادي الغدا بتاعنا خلص النهارده. غدانا سهل وبسيط، ويوم روتين كده حلو، يوم كله طاقه ايجابيه وحماس. ادخلي معايا يا قلبي كده عشان ان شاء الله القناه هتعجبك، وان شاء الله تتحمسي معايا وتبقي بصي تدخلي معايا كده وتشرفيني في القناه. اتغدينا بقى الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم زدها نعمة واحفظها من الزوال. قلنا بقى نقوم نعمل كوبايتين شاي بعد الغدا بقى، علشان هنعمل بقى صينية رواني كده حلوة تفتح النفس، حاجة كده زي العسل. هتقومي تعمليها مش هتاخد منك وقت خالص. وعايزة اقولك انا عملت صينية رواني ما شاء الله حجم عائلي، الصينية الكبيرة الحلوة ببيضتين 2 بس، وهقولك على المقادير دلوقتي في الفيديو. بصي بقى، طبعا انا كنت مصورك المقادير بالتفصيل والله، بس الفيديو بتاعي معرفش ما تصورش. هقولك بقى المقادير دلوقتي، وهكتب لك المقادير في صندوق الوصف. بصي يا ماريا بقى، انا كنت حاطه بيضتين 2، عليهم كوبايه زيت، عليهم كوبايه سكر، ماشي، عليهم كوبايتين كوبايه ونص من اللبن. لو ما عندكيش لبن حطي لبن بودر على ميه عادي خالص. انا على فكره انا عامله كده، حاطه لبن بودره وعليه ميه، وزودت عملت كوبايه ونص، وضربتهم في الخلاط حلو قوي. وحطيت طبعا باكون فانيليا ومعلقه خل في قلب الخلاط، وضربت الخليط ده حلو جدا جدا لحد ما نعم معاه، وركنته على جنب بقى. تعالوا اقول لكم بقى على المكونات الجافه. معايا كوبايه من الدقيق السميد، كوبايه واحده من الدقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه، عليهم 3 كوبايات دقيق ابيض عادي، عليهم باكوان بيكنج باودر زي ما انت شايفه كده، وهحط برضو ذره ملح. دي المكونات اللي هي الجافه، ذره ملح واحده بس اهو، ذره صغيره خالص. وهقلب بقى المكونات دي كلها كده بالمضرب بتاعي عشان خاطر اخلط كل المكونات مع بعضها. والخليط بتاعي طبعا ضربته في الخلاط حلو قوي قوي لحد لما تضاعف. بص بقى، ده روح الموز انا بحب احطه، بتبقى حلوه قوي. يعني لو انت مش حباها تحطيها، ممكن تزودي كمان اللهم صل على النبي جوز هند، بتبقى حلوه جدا. بس انا عشان ما عنديش جوز هند حطيت روح موز، ريحته بينقل الحلويات في حته تانية خالص. انا بحب احطه جدا. لو ما عندكيش فانيليا كمان ممكن تحطي روح موز بس. جبت بقى المكونات بتاعتي كلها ونزلت بقى على خلطة الدقيق بتاعتي. الدقيق بتاعي اللي هو عبارة عن كوباية من دقيق البسبوسة، 3 كوبايات من الدقيق العادي، لا الفاخر بتاعنا العادي. انا حطيت 3 كوبايات ونص، لان انا زودت نص كوباية اهو، نص كوباية نزلت يعني كام معلقة كده. وهفضل بقى بالمضرب بتاعي وهقلب فيها لحد لما تختلط معايا وتبقى زي العسل زي ما انت شايفاها قدامك اهو. طبعا انا كنت عامله شربات. طبعا دي صينيه الرواني لازم نعمل لها شربات، بنسقيها من الشربات. الشربات ده عباره عن عباره عن كوبايه من السكر عليهم كوبايتين ميه، وسبتهم لما غلوا، وبعد كده 10 دقايق وطفت عليهم وسبتهم يبردوا كده. الكيكه بتاعتي خلاص جهزت وبقت زي العسل. جبت الصينيه بقى اللي هحط فيها الكيكه، وعلى طول بطنتها بشويه زيت وحبه سمنه، بحبه زيت وشويه دقيق. وزي ما انت شايفه كده بطنت الصينيه حلوه قوي قوي بالدقيق. بعد كده بقى هنزل على طول بالخليط بتاعي في قلب الصينيه. وطبعا تكوني مولعه الفرن بتاعك ومسخناه على درجه حراره عاليه الاول قبل ما يدخل الصينيه في قلب الفرن، علشان معاكي تعلى معاكي بسرعه وتستوي. دخلتها الفرن على الشبكة اللي في النص. قعدت معايا حوالي يعني ما غابتش معايا بصراحة، يعني هي قعدت حوالي 40 دقيقة كده في الفرن، او 35 دقيقة بالظبط يعني. ما شاء الله ما شاء الله كانت تحفة يا جماعة. عايزة اقولك الصينية دي كلها اللهم صل على النبي ببيضتين 2 بس والله، عاملاها ب2 بيضة بس، 2 بيضة مفيش اكتر من كده، وكوباية زيت وكوباية سكر. طبعا انا ما كترتش السكر لاني انا عاملة لها شربات. الشربات اهوت كان برد معايا، والصينيه طلعت بقى وجهزت وبقت تحفه يا جماعه زي ما انت شايفاها. شايفه اللون بتاعها خطير خطير كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. انا زودت لها يا جماعه، حطيت لها كوبايتين 2 من الشربات اللي انت شفته ده، دي كوبايه وحطيت كمان كوبايه. خدت معايا الشربات وبقت تحفه، بقت زي العسل. وشايفه اللون بتاعها عامل ازاي، اللون بتاعها جميل في منتهى الجمال. دي صينيه خليط من البسبوسه وخليط من الدقيق، بتديكي صينيه رواني تحفه. لو انت عندك جوز هند بقى وحابه تزينها كده عادي مفيش اي مشكله، بس صراحه انا ما كانش عندي فما حطيتش يعني، بس كانت خطيره يا جماعه وكان طعمها في منتهى الجمال.
حاجه حلوه وسهله وبسيطه، واحنا في الشتاء بقى وعايزين نعمل حاجات حلوه كتير تدفينا كده وتدفي ولادنا. هتقومي تعمليها مش هتاخد منك اي وقت خالص. والله انا عملتها بالليل في السهره ما خدتش مني اي حاجه. قلت كده الولاد ياكلوا منها بالليل، حاجه مسكره وحاجه حلوه. هطلع لكم بقى خرطة كده واوريكم. طبعا هي كانت سخنة كمان، يعني انا ما سبتهاش لما بردت والله خالص. وعايزه اقول لك بقى هتبقى هوريها لك بقى متماسكة قد ايه، وقلبها هش وخفيف وعسل عسل يا جماعة. بصوا الجمال، بصوا. وشايفه التسويه بتاعتها كمان تحفه تحفه، اللهم بارك. هطلع لك خرطة كمان كده واوريكي شكلها بقى من النص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. بس ما تنسيش اختك باللايك الحلو بتاعك والكومنت الجميل، ودعميني بلايك يا قمراي. بص بقى، طلعت لك خرطه كده هوريكي شكلها كمان. عايزه اقول لك ان احنا كنا واقفين مع العيال مستعجله عليها، ما هم الصابرين لما تبرد والله. فقلت هطلع وهديهم بقى، كلنا مستعجلين عشان ناكل منها لان كانت خطيره، طعمها تحفه بصراحه، بسم الله ما شاء الله. هوريكي شكلها بقى كده، وشايفه الجمال بتاعها هشه. بصوا خليط من الدقيق البسبوسه والدقيق العادي بتديكي تحفه. بصي الطراوه بتاعتها شاربه العسل بقى كده. وعايزه اقول لك ايه يا جماعه، طعمها حكايه حكايه حكايه. جربيها هتعجبك باذن الله. ومقادير سهله خالص وبسيطه. عملناها ببيضتين اتنين بس، وعامله صينيه كبيره، بسم الله ما شاء الله، تحفه يا جماعه تحفه كده. وخفيفه وهشه وشاربه عسل بقى، وطعمها ايه، وخفيفه جدا، قلبها مفرغ من قلبه كده، هوا هوا كده. عملنا احلى صينيه رواني النهارده بطريقه سهله وبسيطه. وعايزه اقول لك مش هتكلفك اي حاجه، مقاديرها موجوده في البيت، هتعمليها في ثواني هتكون خلصانه باذن الله، وتعملي حاجه حلوه وسريعه لاولادك. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبك كده، والفيديوهات بتاعتي تكون بتنول رضاكم. اهم حاجه ما تنسوش اختكم باللايك، وتدعموني كده وتدعموا القناه، عشان ان شاء الله القناه تكبر بيكم وليكم يا حبايب قلبي. صينيه رواني تحفه يا جماعه، هتعجبك باذن الله. قومي كده في السهره اعمليها وانت قاعده، بالليل اعمليها في اي وقت، مش هتكلفك اي حاجه. شايفه الجمال ما شاء الله. ابني كان واقف جنبي والله، وعماله احط له بابا واقول له ده سخنه، ما هوش صابر خالص خالص. ايه رأيك بقى، ايه رأيك في الجمال دوت؟ حاجة كده يا جماعة فخامة فخامة بصراحة، عظمة على عظمة يعني. هتعجبكم ان شاء الله بإذن الله. اشوفكم في فيديو جديد، مع ألف سلامة.